ومن معرض الإبداع، فعلا إبداع جميل قوي، فرعوني مصري أصيل. ومعانا المبدعة اللي رسمت الجمال ده كله، نتعرف بيها. دنيا مجدي. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. اللي أنا شايفه ده إيه؟ ده مرسوم ولا مشفوف ولا من دماغك ولا إيه؟ لا مرسوم، هو من صور مجمعة عن الحضارة المصرية القديمة، دي راجعين للأسرة ال18، ده عصر حديث. اللوحة الأولى أنا رسمتها عشان خاطر التاج ده. التاج ده مميز، كان بيرتديه الملك سواء في حرب، لو طلع معركة، وهو اسمه الحمهم، ومعناه أصلا الصراخ. ومستخدمة كل الخامة اللي فيها رصاص، يعني دي درجات رصاص عادية. طيب ده بقى أنا إله عن المصريين. هم المصريين كانوا بيعتمدوا على الطيور وبيستخدموها كآلهة ليهم. دي الإلهة نكبت، دي حامية الملك، ظهرت من عصر الدولة القديمة وما قبل الإسراء، ومستمرة لحد الدولة الحديثة. وأصلا الرسمة دي كانت موجودة على معبد في تيبا. طيب اللوحتين دول بالذات اكيد انت عامله غيرهم صح؟ اشمعنى دول بالذات اللي اخترتيهم النهارده؟ لان دول احدث لوحتين، يعني انا كنت هشترك بلوحات قديمه من سنين فاتت عندي، بس قررت لا، هرسم لوحات جديده فطلعوا معايا. جميل قوي. انا الاول كنت مختاره الهه، بس الهه كانت برضو نفسي على هيئه انسانه بقى وكده، فقلت لا ما ارسمش الاثنين نفس التيبيكال، نفس النوع، فغيرت ورسمت اله على هيئه، لان هم اصلا بيشوفوا اي حاجه في الطبيعه وبيشوفوا تصرفاتها وكده ويعبدوها. استخدمنا الوان ايه هنا؟ هنا الوان خشب. الوان خشب. وانا عملت غلطه كبيره واستخدمت جاف فعملت الورقه، فتحت استخدمت خشب. يعني احنا هنا ايه الجاف فرق معانا؟ يعني عمل تموجات كده في الورقه. بس هي ده ورق سكتش عادي. جميل، بس جميل ما شاء الله عليكي. ودي هنا دي الوان رصاص ولا ايه؟ ايوه ده رصاص مع قلم زرار. برافو عليك، وربنا يوفقك ان شاء الله واشوفك دايما كده ناجحه وفي معارض كتير. شكرا ليكي. قولي لي قبل ما نختم، حلمك ايه؟ ربنا يوفقك. ربنا يوفقك يا رب، ودايما نشوفك متفوقه ونشوف اللي جاي باذن الله اجمل واجمل واجمل باذن الله. شكرا لك، شكرا.